النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية بطريقة مختلفة تماما عن كل الفراخ اللي جربتوها قبل كده. طبعا انتوا عارفين الفراخ المشوية دايما مطلوبة في البيت، بنعملها باستمرار تقريبا كل اسبوع. فانا هعمل لكم وصفة مختلفة تماما عن كل الوصفات، تتبيلة مختلفة ما فيهاش بهارات كتير ولا بصل ولا طماطم ولا اي بهارات كتير. حلوة قوي وبتطلع معاكم طرية وبسيطة جدا جدا ومش هتاخد معاكم اي مجهود. اول حاجة هحتاجها هي راس توم. راس توم هنقسمها كده بالسكينة، وهنبتدي ان احنا نحطها في ورق فويل وندخلها على الفرن تتشوي. الناس اللي عايزة تحط توم ني تحطه، مفيش مشكلة، انا بحب اشويه. وعلى ما التوم يتشوي هنحضر بقى باقي التتبيلة. هحط كده 3 معالق كبار من الزبدة، على حسب برضو كمية الفراخ اللي هتعملوها. انا كنت هعمل 5 وراك، فيعني حوالي مثلا فرخة وربع، فالكمية دي كويسة. هحط عليهم معلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقة من الكركم. الكركم هنا عشان يديني لون مش اكتر، لكن هو اختياري. ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الملح، وعصير نص ليمونة. نص ليمونة لو كبيرة كده يعني، لكن لو ليمونة صغيرة هنحطها كلها. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض. طبعا الجو برد شوية، فالزبدة كانت متماسكة قوي، فكانت صعبة شوية في التقليب. بس ممكن تدخلوها الفرن او الميكروويف تسيح حاجة بسيطة او تطرى شوية، وعشان تقلبوها بسهولة. قلبتهم كويس بقى جدا جدا، وسبتهم لحد ما التوم يتشوي. وده كان شكلهم بعد ما قلبتهم. بعد كده بقى التوم ما اخدش يعني 10 دقايق في الفرن، كان استوى تماما. هنبتدي بقى ان احنا نحط التوم ده على باقي التتبيلة. وهقلب بقى التتبيلة كويس مع بعضها. بعد كده بقى جبت صينية فرن مستطيلة، وجبت ورق الزبدة عشان احطه فيها، وبليته. بحب بالورق الزبدة عشان ما يتحرقش معايا في الفرن. وحطيته بقى في الصينية. هنا الوراك عندي كنت عاملة فيها فتحات كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواها كويس. وابتديت بقى ان انا اتبل الفراخ من الفتحات دي كويس، وتحت الجلد ومن كل الاماكن. الفراخ دي افضل نتيجة هتاخدوها منها لما بتبات في التتبيلة. انا كنت مستعجلة وعملتها على طول، بس الافضل عشان تاخدوا احلى طعم تعملوها قبلها بيوم. حطيت بقى التتبيلة كده في الفتحات كويس.
ووزعتها كده على الورك كله. وهنتبل بقى من كل الجوانب. بس كده خلاص تبلت كل الكمية اللي انا هشويها. بعد كده بقى هغلفها بورق زبدة تاني من فوق وورق فويل واغلفها كويس قوي، لان الفراخ دي ما بتحطلهاش اي سوائل، هي بتستوي كده وبتنزل صوص رهيب. حطيت شوية زبدة كده من التتبيلة، وهسيب شوية كمان على جنب عشان لو احتجت ادهن بيهم الوش بعد ما تستوي ادهن. بس هي كده كده بتنزل صوص كتير قوي فبتدهنوا الوش منه، بس انا برضو بحب اسيب شوية كده احتياطي على جنب. بعد كده بقى غطيتها بورق زبدة. ورق الزبدة هيكتب معايا البخار فهيخلي الفراخ تستوي وتطلع طرية جدا من جوه. لازم تغطوا الفراخ المشوية. بعد كده بقى غلفت بفويل كويس جدا، وبتدخل فرن سخن على درجة حرارة عالية، وبعد ما تغلي حوالي ربع ساعة بنهدي النار شوية، وبتاخد حوالي من 40 دقيقة ل60 دقيقة، وبتطلع مستوية جدا. بعد كده بنشغل الشواية في اخر دقيقتين وبندهن الوش زي ما قلت لكم من باقي التتبيلة او من الصوص اللي بينزل من الفراخ. بس كده، وده بيكون شكلها بعد ما بتخرج من الفرن. زي ما قلت لكم ولعت الشوايه اخر دقيقتين، اخدت لون ذهبي. الفراخ دي خفيفه قوي قوي وما فيهاش بهارات كتير، مش بتحسوا بطعم حاجات كتير فيها. طعم الزعتر باين قوي، مختلفه، هتنفعكم قوي قوي في العزومات وفي رمضان طبعا داخل علينا. جربوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم. بتطلع طرية طراوة مش طبيعية وخفيفة كده. طعم الزبدة بيخليها حلوة قوي قوي. طبعا تقدروا تحطوا فيها زيت بدل الزبدة او سمنة، بس الزبدة والزعتر والثوم ده خليط مناسب جدا جدا للفراخ. بصوا، طرية كده وفيها لمسة سحرية كده. جربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد.